الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا بكم حبايبي. يلا بينا بقى كده اللي عنده حبه كنافه كده في الفريزر، ربع كيلو نص كيلو، يجي بقى فركه يجيبها كده وطلعها من الفريزر وفركيها كده فركه بس مش للاخر، يعني ما تخليهاش ناعمه قوي. وتجيبي نص كوبايه سمنه كده تسيحيها على النار، وبعد كده تقلبي السمنه في الكنافه كويس قوي. وبعد كده تشغلي البوتاجاز الشوايه فقط، الشوايه بس، مش تشغلي الفرن من تحت، لا الشوايه بس. الشوايه بقى هتحمر لك الكنافه، تخليها لونها ذهبي وجميل، ومن غير ما تحرقها ولا تشيطها ولا اي حاجه خالص، ما تقلقيش. كده تمام. هندخلها بقى الفرن كده بعد ما حطيناها في السمنه كده بالظبط. كل بقى دقيقتين تلاتة كده تطلعي تطلعيها تقلبيها وتدخليها تاني لحد ما تحمر وتبقى لونها ذهبي خالص وجميل. هتشوفوها هتعجبكم كده ان شاء الله. وبعد كده نجيب نص كيلو لبن، بعد كده 3 معالق نشا، هما معلقتين بس، معلقتين نشا ولو عندك مثلا عندي معلقه كريم شانتيه كده صغنونه، هي باقيه في الواحده كده، فقلت احطها بتضيف طعم حلو قوي للمهلبيه. ونص معلقه كريم باتيسير لو موجود، يعني دي اضافات لو موجوده حطيها. وطبعا الفانيليا دي مركزه حطيت منها حلوه قوي، وكله على البارد. ومعلقتين سكر، ما تنسيش 3 معالق سكر، وتبع تحليتك بقى. كله على البارد خالص، تقلبي تقلبي خالص. بعد كده حطها على النار لحد ما تبقى مهلبيه بالشكل الخفيف ده، ما تبقاش تقيله مهلبيه جامده كده تخينه، لا، عاوزاها تبقى كريمي كده. وبعد ما الكنافه حطيناها بردت كده، وحطيناها في القالب كده، سيبناها لما تبرد وضغطنا عليها كده فردناها. وبعد كده المهلبيه سخنه خالص جايه من على النار، تحطيها عليها وما تقلقيش. كده تمام. هتسيبها بقى لما تبرد خالص، المهلبيه بقى بالكنافه تبرد خالص. بعد كده بقى هنحط عليها طبقه مانجا بقى، وهي دي التحليه الجميله السريعه المرطبه الحلوه قوي قوي. وطبعا احنا ما بنزهقش من حلويات المانجا في الصيف، حلوه قوي وهتعجبكم. يعني بصراحه يعني طريقه ممتازه، وتغيير عن الكريمه والحاجات اللي زي دي، وموفره برضو. نجيب بقى منجايه حلوه كده وبعدين نقطعها. تمام. هي انا جبت صراحه منجتين عشان انا بحب المانجا كتيره شويه. وصفات المانجا يا جماعة ما بتخلص، لأنها فعلا جميلة جدا، وأشكال وألوان وكتير أوي تصنفي وتنوعي فيها. بس طريقة حلوة وسهلة وخفيفة وفعلا هي خفيفة في الأكل كمان، مع إنها مرطبة كده وحلوة، بس خفيفة في الأكل وهتعجبكم. يا ريت اللي يمر على قناتي كده يحط لها اشتراك يا جماعة، يا جماعة لو سمحتوا، يعني الواحد حتى لو يعني ما تنسوش تحطوا اشتراك يا جماعة وتشيروا الفيديو. وإن شاء الله تستنوني في الفيديو الجاي إن شاء الله بإذن الله. هنحط بقى نقطعها قطع وشرايح، يعني براحتك بقى تقطعها كلها قطع، كلها شرايح، زي انا بقى يعني منظر بس كده يعني. تمام. اهي شايفين المنظر الجميل ده بقى، وشايفين الطبقات، وشايفين الرصة، حاجة يعني حاجة ان هي سهلة وسريعة وبسيطة، وفي نفس الوقت جميلة، يعني حلوة حلوة وروعة. جربوا بس تحليات المانجا دي وتغيير جلاش الكنافة، تغيير. شايفين؟ تمام كده. شكرا لمتابعتكم الفيديو، وان شاء الله استنوني في الفيديو الجاي. شايفين بقى هوريكم بقى جميله بجمال ما حصلش، بس انتوا جربوا. تمام. شايفين اهو. يعني انا مش عارفه، يعني مش عارفه اقول ايه، بس مش عارفه اقول ايه. تمام. ما تنسوش